السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. خاصية تحديد السرعة. خاصية تحديد السرعة خاصية جميلة جدا، تستخدمها لما يكون موجود معاك أكتر من مشترك أو عندك أكتر من جهاز بيستخدم نت كتير وبيخلص الباقة بسرعة، وطبعا لازم تحدد له سرعته. الخاصية ديت موجودة في بعض الأجهزة، منهم جهاز ZTE H168N. طيب إزاي نحدد السرعة لكل جهاز؟ ده اللي هنتعلمه النهاردة. بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. ده شكل الجهاز بالنسبة لو حضرتك ما شفتش الجهاز قبل كده. في بعض الناس بيبقى عندها نفس الجهاز لكن ما بتعرفش الموديل بتاعه. هنفتح بقى المتصفح بتاعنا، ويستحسن يكون حاجة غير الجوجل كروم. هنكتب فوق في العنوان 192.168.1.1. ده طبعا اي بي صفحة الراوتر. هيظهر لنا طبعا اليوزر نيم والباسورد اللي هو بيكون ادمن، والباسورد اللي موجود على ظهر الراوتر. وبعد كده هنضغط على لوج ان. هنيجي هنا بقى على الانترنت، وبعد كده على كيوز، وبعد كده على كونجريشن مانجمنت. هنا يا جماعة هنقدر نحدد سرعة. هنا يا جماعة هنقدر نحدد 4 سرعات ل4 فتحات اللان. الجهاز ده يا جماعة بيحدد السرعة عن طريق فتحات اللان بتاعته. يعني أي سلك هيخرج من فتحة اللان هيكون متحدد السرعة بتاعته، بحيث إن لو حضرتك حبيت توصل لأي مشترك معاك على الشبكة هتوصل له من فتحات اللان. يعني هتسحب سلك من فتحة اللان وليكن مثلا لان واحد وتوصله للعميل بحيث إن هو يشغله على جهاز كمبيوتر، أو حتى لو شغله على جهاز أكسس بوينت هتكون السرعة متحددة معاه. ناس تانية هتقول لي طب ما أنا ممكن أجيب أكسس بيحدد السرعة. أيوه، أنت ممكن تجيب أكسس بيحدد السرعة، تحدد له سرعته وتديله الأكسس، يوم هو داخل على الأكسس ومرجع السرعة تاني. لكن أنت هنا في الطريقة ديت هتحدد السرعة من عندك أنت. طيب إزاي بقى نحدد السرعة؟ هنا في انترفيس بتختار لان واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة. فمثلا لو اخترنا لان واحد هيطلب منك هنا حاجتين مهمين لازم تكتبهم. أول حاجة هو النيم، والنيم ديت هتكتب فيها اسم العميل اللي أنت هتديله الإنترنت في الفتحة دي. طيب أنا مثلا عايز أسميها وليكن لان واحد، مفيش مشكلة، بحيث إن أعرف إن ديت خارجة من لان واحد. طيب أنا عايز أسميها باسم العميل، مفيش مشكلة. طب أنا عايز أكتبها كده مستر تك. المهم هتسميها أي اسم، يعني مثلا مستر تك واحد. هاجي هنا بقى هكتب السرعة، وهنا خلي بالك كويس جدا جدا. السرعة هنا بالبايتس، ولا هي بالكيلو ولا هي بالميجا. يعني حضرتك مثلا لو عايز 1 ميجا ما ينفعش تكتب واحد، لا انت هتكتب واحد وجنبها كام صفر؟ 6 صفار، 1 2 3 4 5 6 كده، يعني 1 ميجا. تمام، تعال ناخدها خطوة خطوة. احنا عارفين إن 1 كيلو ب1024، كده يبقى كيلو 1024 ميجا. هو طبعا هنا بيقول لك إنها قليلة قوي، إنها 1 كيلو في السرعة 1 كيلو. تمام. طيب كده بقت 10 كيلو. طيب كده بقت 100 كيلو. طب كده بقت 1000 كيلو، يعني 1 ميجا. طبعا كل ديت نسب تقريبية بحيث إنها تبقى بسيطة بالنسبة لك. لو جيت تعد كده أدي 1 2 3 4 5 6. فاحنا طبعا بنكتب بنسبة تقريبية واحد وقدامه 6 صفار.
يبقى كده 1 ميجا. يبقى كده أنا عملت مستر تك 1 عملته 1 ميجا، وأضغط على أبلاي. بمجرد إن أنا ضغطت على أبلاي، لو تلاحظ هنا add default queue بقت on، وهنا مستر تك 1 بقت هنا on. خلي بالك من الاتنين دول كويس جدا. طيب بالنسبة مثلا للان 2، هاجي هنا على الانترفيس واختار لان 2، واجي هنا مثلا وليكن مستر تك 2، واكتب السرعة بتاعتي وليكن مثلا 2 ميجا. 2 1 2 3 4 5 6، وبعد كده بضغط على ابلاي. هنيجي بقى على مثلا لان 3 اهي. طبعا الاسم زي ما حضرتك عايز سميه زي ما تسميه. وهنا السرعة وليكن مثلا عايز اخليها 5 وقصادها 6 صفار، وبعد كده بضغط على ابلاي. وهكذا في لان 4، وبرضه بنسمي اي اسم وبنحدد له السرعة اللي هو عاوزها، وبنضغط على ابلاي. طيب أنا لو حبيت أرجع للسرعات ديت في أي وقت، يعني حبيت أدخل وأغير في السرعات، مثلا وليكن أنا عايز مثلا أغير في سرعة لان 1، هدخل هنا في الانترفيس على لان 1 زي ما دخلت كده، بلاقيها هنا موجودة أهي، بلاقيها هنا موجودة هنا أهي. أضغط عليها كده هيظهر لي البيانات بتاعتها، الاسم، وهنا هتظهر السرعة أقدر أغير فيها زي ما أنا عايز، وبضغط على أبلاي بكل سهولة. وهكذا لو حبيت أغير في أي سرعة تانية مفيش مشكلة. أختار مثلا وليكن لان 4، بفتحها بشوف السرعة بتاعتها بغيرها زي ما أنا عايز. السرعة اللي أنت عايزها تضغط على أبلاي. الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، كده تقدر توصل لأي مشترك وأنت مطمن. تقدر تشترك أنت وحد من جيرانك مفيش مشكلة على خط واحد، وهتحدد لهم هم سرعة معينة. وتقدر برضو تستخدم الخاصية ديت لو أنت عندك أكتر من جهاز وعايز تحدد له السرعة، أكتر من جهاز واي فاي، يعني مثلا موبايل وعايز تحدد له سرعته، مفيش مشكلة. أنت بتحدد السرعة مثلا على فتحة من فتحات اللان، وليكن لان 1 أو 2 أو 3 أو 4، وبتوصل عليها جهاز مثلا وليكن راوتر قديم أو أكسس بوينت، يعني راوتر وتعمله أكسس بوينت أو جهاز أكسس بوينت توصله عليها. فبمجرد إنك بتحدد السرعة من هنا هيتحدد على الأكسس مباشرة السرعة اللي أنت عايزها. حقيقي الراوتر ده أكتر من رائع، وبصراحة إمكانيات رائعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوهولي تحت في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد على حضراتكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.